السلام عليكم. أنا اسمي كريم وعمري 23 سنة. هحكي لكم قصة حصلت لي من كام سنة، بس لحد دلوقتي كل ما بفتكرها جسمي بيقشعر وحاجات غريبة بتحصل حواليا. يمكن متصدقونيش، بس أقسم بالله إنها حقيقية. القصة دي بدأت لما سافرت مع والديا لقريتنا في الصعيد. بيت جدي هناك قديم قوي، محاط بأراضي زراعية وفي بير مهجور في آخر الحوش. طول حياتي كنت بسمع عن البير ده، كانوا بيقولوا إنه مسكون وإن بالليل ممكن تسمع صوت نحيب طفل جاي من تحت، بس كنت بعتبرها مجرد خرافات. أول ليلة ليا في البيت ده كنت نايم في أوضتي اللي بتطل على الحوش، وكنت صاحي متأخر بسبب السفر. الدنيا كانت ساكتة، مفيش غير صوت الرياح وهي بتحرك الأشجار. وفجأة سمعت صوت نحيب ضعيف، كأنه طفل صغير بيبكي، والصوت كان جاي من ناحية البير. حسيت برجلي بتتقل، قلبي بيدق بسرعة، بس فضلت أقول لنفسي إن ده مجرد وهم، يمكن صوت الرياح أو حاجة في المزارع. قررت أتجاهل الصوت وأنام، بس قبل ما عيني تقفل سمعت الصوت تاني. المرة دي كان أوضح، وكأنه طفل فعلا بينادي حد. طلعت من السرير بهدوء، قربت من الشباك وبصيت ناحية البير. كان في ضوء القمر الخفيف، وشفت حاجة غريبة. كان في حد واقف جنب البير، شكله صغير كأنه طفل لكن ملامحه مش واضحة. حاولت أركز أكتر، بس فجأة الحركة وقفت والصوت اختفى تماما. رجعت بسرعة للسرير وغطيت نفسي. فضلت صاحي لساعات، بس في الآخر النوم غلبني. تاني يوم قررت أسأل جدي عن البير. قال لي بصوت هادي: ابعد عنه يا كريم، البير ده ملهوش قاع، واللي وقع فيه عمره ما رجع. كلامه خلاني أرتجف، بس فضولي كان أقوى من خوفي. كنت لازم أعرف الحقيقة بنفسي. فضلت كلمات جدي بتدور في دماغي طول اليوم: البير ده ملهوش قاع، واللي واقع فيه عمره ما رجع. معقول الكلام ده حقيقي ولا دي مجرد خرافة؟ ازاي بير ما يكونش ليه قاع؟ يعني ايه اللي واقع فيه مختفاش؟ بالليل وانا قاعد في اوضتي حسيت ان الجو بقى تقيل، كأن في حد بيراقبني. حاولت اشغل نفسي بالموبايل، لكن البطارية فصلت فجأة رغم انها كانت تقريبا 50% من شوية. الدنيا بقت هادية قوي، هادية بشكل مش مريح. وبعدين الصوت رجع تاني، كان واضح أكتر المرة دي. طفل صغير بيبكي، وبيبكي بحرقة، مش مجرد نحيب، لأ، دي كانت صرخات خفيفة كأنه حد تايه وخايف. قلبي بدأ يدق بسرعة، بس بدل ما خاف لقيتني بخرج من الأوضة كأني متبرمج. مشيت في الحوش بخطوات هادية، كنت سامع صوت الرمل بيتحرك تحت رجلي، وقلبي بيدق بجنون. قربت من البير، ولما وصلت الصوت وقف فجأة. الدنيا سكتت، كأنها كانت لعبة حد وقفها لما حس إن في حد جاي يشوف. بصيت في جوف البير، كان ضلمة، ضلمة عميقة، ضلمة كأنها بتبلع النور نفسه. في حد هنا؟ صوتي كان مهزوز وأنا بسأل، وكنت بتمنى إن مفيش رد، بس حصل العكس. سمعت صوت حاجة بتتحرك جوه البير، زي مياه بتتخبط في الجدران، وزي حد بيتنفس نفس عميق وثقيل. رجعت خطوتين لورا، جسمي كله كان متشنج، وفجأة طلعت إيد من جوه البير، إيد صغيرة لونها رمادي شاحب وصوابعها طويلة ونحيفة، كانت بتمتد ناحيتي. اتجمدت مكاني، ما كنتش قادر أتحرك ولا حتى أصرخ. بس قبل ما الإيد تمسكني سمعت صوت عالي: ابعد يا كريم. التفت بسرعة، لقيت جدي واقف بعيد ووشه كان مليان خوف. وقفت مكاني متجمد، عيني بين البير وبين جدي اللي كان واقف بعيد، وصوته بيرتعش وهو بيصرخ: ابعد يا كريم. بس مش قادر، كأن رجلي اتسمرت في الأرض. بصيت تاني على البير، اليد الشحبة لسه ممدودة ناحيتي، بتحاول توصل لي، وصوت النحيب بقى أعلى، بقى أقرب، بقى كأنه جوه دماغي. فجأة حسيت بإيد جدي بتشدني بقوة، جراني لورا بكل عنف، وقبل ما استوعب وقعنا احنا الاتنين على الأرض. زحفت بسرعة وبصيت ناحية البير، لكن مفيش حاجة. الإيد اختفت، الصوت اختفى، البير بقى زي ما هو، ساكن، مفيهوش أي حركة. رفعت عيني لجدي، كان تعبان، أنفاسه سريع ووشه شاحب، بصلي بحدة وقلب صوته واطي بس مرعب: أنا قلت لك تبعد عنه، ليه ما قريتش الكلام؟ ما كنتش قادر أرد. اللي حصل كان حقيقي ولا أنا كنت بهلوس؟ بس الإحساس اللي كان عندي والرعب اللي مسكني كان حقيقي قوي. قعد جدي جنبي، مسح عرقه وقال: البير ده مش بير عادي يا كريم، ده لعنة من زمان قوي، محدش عارف هي بدأت إزاي، لكن كل اللي حاول يقرب كان بيسمع نفس الصوت اللي سمعته، صوت طفل بيعيط، واللي حاول يساعده مرجعش. كلماته خلت رجلي تبرد، إحساس غريب مسكني، وكأن البرد تسلل لعظامي.
يعني اللي جوه البير. جدي قطعني بسرعة وقال: مش طفل، متصدقش الصوت، متصدقش اللي بتسمعه. اللي جوه البير ده حاجة تانية، حاجة عمرها ما كانت بشر. سكت لحظة، بص للبير بخوف وقال: وانت تقريبا صحيته. الكلمات دي فضلت تداوي في وداني. صحيت ايه؟ عن ايه بيتكلم؟ وفجأة الهواء حوالينا بقى تقيل، ريحة تراب مبلول طلعت في المكان، وحسيت نفس بارد، مش ورايا، لأ، جنب ودني مباشرة. أنا لسه هنا. تجمد الدم في عروقي. النفس البارد كان واضح، والصوت اللي همس في ودني كأنه طالع من جوه دماغي مش من بره. لفيت بسرعة، لكن ما كانش في حد. المكان كان فاضي، بس الإحساس بإن في حد واقف جنبي كان حقيقي قوي. حقيقي لدرجة إني كنت متأكد إني لو مدت إيدي هلمس حاجة. بصيت لجدي، لقيت وشه شاحب وعينيه مفتوحة على آخرها. المرة دي هو كمان سامع: كريم، امشي دلوقتي حالا. صوته كان فيه خوف، بس كان فيه حاجة أغرب، كأنه بيترجاني مش بس بيأمرني. بس أنا كنت متسمر مكاني، عيني كانت لسه على البير، وكأنها بتشدني ناحيته، كأن حاجة جواه بتقولي قرب، بس شوية كمان. وفجأة البير اتكلم، مش بصوت بشري، كان صوت زي حشرجة، زي ريح محبوسة، وكلماتها مش واضحة، لكنها مليانة ألم، مليانة غضب. مشيت وكلكم والسييب التوني لوحدي. ليه؟ جدي شدني من دراعي بكل قوته، وصوته ارتفع بشكل عمره ما كان عليه قبل كده. امشي يا كريم. اتحركت معاه بالغصب، وهو بيجرني جري ناحية البيت. بس قبل ما ندخل سمعت صوت حاجة بتتحرك بسرعة ورانا، زي حاجة بتجري ورانا على الأرض. بصيت من فوق كتفي وشفتها، حاجة طالعة من جوه البير، جسمها أسود، كأنها دخان بيتحرك بشكل بشري، لكن من غير ملامح. بس عيونها كانت موجودة، عيون واسعة بيضاء، بس ما فيهاش أي حياة. ومع كل خطوة كنا بناخدها كانت بتقرب أكتر وأكتر، لحد ما دخلنا البيت وقفلنا الباب بسرعة. الهدوء خيم على المكان، بس كنت حاسس بيها واقفة بره مستنيانا. بصيت لجدي، لقيت عرق بارد نازل على جبينه وهو بيبص في الأرض بشرود. بعد لحظات طويلة من الصمت قال بصوت واطي: أنت لازم تمشي من هنا كريم، بكرة الصبح لازم تسيب البيت ده. ليه؟ إيه اللي بيحصل؟ رفع عينه وبصلي، ونبرة صوته كانت مليانة حزن وهو بيقول: لأنك بقيت جزء من اللعنة. وقفت مكاني، كلام جدي بيتردد في دماغي زي صدى صوت داخل كهف مظلم. أنت بقيت جزء من اللعنة؟ يعني إيه؟ إزاي؟ كل اللي عملته إني سمعت الصوت، قربت من البير، لكني ما لمستش حاجة. مستحيل يكون اللي حصل ليه تأثير عليا، مش كده؟ بصيت لجدي، كان قاعد على الكرسي الخشبي، جسمه متشنج ووشه مرهق، كأنه شايف نهايتي خلاص. جدي، احكي لي الحقيقة، إيه حكاية البير؟ سكت لحظة طويلة، بعدين خد نفس عميق وقال بصوت واطي، كأنه خايف إن حد غيري يسمعه: زمان، قبل ما أنت تتولد بسنين، البير ده ما كانش موجود. كان هنا بيت قديم مهجور، محدش كان بيقرب منه، وكل اللي حاول يخش جواه مرجعش تاني. في يوم أهل القرية قرروا يهدموه، لكن يومها حصلت حاجة غريبة. اتسعت عيناي وقلبي بدأ يدق بسرعة. إيه اللي حصل؟ بلع ريقه وقال: البيت وقع لوحده من غير ما حد يلمسه، كأنه ابتلع نفسه. والصبح لقينا مكانه بير أسود عميق ملهوش قاع، كأنه فجوة مفتوحة للجحيم. اتسمر جسمي، حسيت بقشعريرة باردة ماشية في ظهري. ومن يومها أي حد يسمع صوت العياط بيبقى جزء منه. جزء من إيه؟ بصلي بنظرة حزينة وقال: جزء من اللعنة يا كريم، اللعنة اللي مش هتسيبك. انت دلوقتي مسموم، مش بجسمك، لا، بروحك. كلامه خلاني أحس إن الأرض بتلف بيا، زي ما يكون في حاجة تقيلة على صدري بتمنعني من التنفس. وفجأة سمعنا الصوت تاني، لكن المرة دي كان أقرب، جوه البيت. ليه ثبتوني؟ ليه؟ ليه ثبتوني لوحدي؟ جدي وقف مرة واحدة، صوته كان بيرتعش وهو بيهمس: مش ممكن، دخل هنا. اللمبة اللي في السقف بدأت تترعش، والهواء بقى تقيل، كأن الدنيا كلها اتحولت لفراغ مرعب، كأن حد بيتنفس جنب ودني وأنا مش قادر أشوفه. والمرة دي الصوت ما كانش مجرد همس، كان ورايا مباشرة: أنا مش هسيبك يا كريم. تجمد الدم في عروقي. الصوت كان واضح، كأنه بيهمس جوا ودني، لكن الأغرب إني كنت حاسس نفس بارد ورايا بالضبط، ببطء شديد جدا. لفيت راسي
ما كانش في حد، بس الغرفة كانت مختلفة. الجو بقى خانق، ريحة تراب ورطوبة مالية المكان، والأنوار بتترعش كأنها تطفي، وأرضية الخشب القديمة تحت رجلي بتصدر أصوات طقطقة كأن في حد ماشي عليها. بصيت لجدي، لقيته واقف متجمد، عينيه مثبتة في ركن الغرفة، وكان مرعوب، مرعوب لدرجة إنه حتى مش قادر ينطق. اتبعته نظرة، وببطء شديد بصيت للركن اللي بيبص عليه، وشفتها واقف في الظلام كيان صغير، شكله ضبابي، كأنه دخان أسود بيتحرك، لكن ملامحه كانت واضحة. طفل، طفل صغير، لكن عيونه ما كانتش عيون طفل، كانت سودة تماما، واسعة، بتبرق كأنها حفرتين في وشه، ووشه شاحب، شاحب بشكل مش طبيعي، وعليه تعبير، تعبير مش ممكن يكون لطفل، حقده، غضب، وحدة، وجوع. ليه سبتوني؟ صوته دخل جوه دماغي، كأنه مش بيحرك شفايفه، لكنه بيتكلم معايا مباشرة. بخطوات بطيئة بدأ يتحرك ناحيتي، رجلي اتصلبت، نفسي بقى مقطوع، عقلي بيصرخ فيا اهرب، لكن جسمي ما كانش بيسمعني. جدي أخيرا قدر يتحرك، رفع ايده وحطها على كتفي، صوته كان بيترعش. كريم، متردش عليه، متبصش في عيونه، امشي، امشي دلوقتي حالا. لكن ما قدرتش، كنت مسحور، مش قادر أشيل عيني من الطفل اللي كان بيقرب، بيقرب أكتر، وملامحه بدأت تتغير، وشه بدأ يطول، بشرته بقت أغمق كأنها بتتعفن، عيونه بقت أوسع، أوسع بكتير، وفجأة ابتسم. مش ابتسامة عادية، كانت ابتسامة ملتوية، مرعبة، ابتسامة إنسان شاف الجحيم ورجع منه. وقبل ما أقدر أتحرك اختفى. الغرفة بقت ساكنة، مفيش صوت، مفيش حركة، كأن كل حاجة كانت وهم. لكن فجأة صوت جدي جه وهو بيصرخ: بص تحت رجلك كريم. بسرعة بصيت تحت، والأرضية الخشبية كانت مشقوقة، مشقوقة كأنها فتحت، وكان في فجوة سودة، فجوة بتبلعني. قبل ما أقدر أصرخ حسيت بجسمي بيتشد لتحت، قوة غريبة بتسحبني، وبطلت أحس برجلي. أنا أنا بقع. جه دي، صرخت، لكن صوتي ما كنش طالع. كل اللي كنت حاسه هو الفراغ، الفراغ اللي كان بيبلعني وأنا بقع في الظلام. معرفتش وقعت قد إيه، ثانية، دقيقة، ساعة. الوقت نفسه بقى ضبابي، زي الحلم، زي الكابوس اللي مش عارف أصحى منه. وفجأة ارتطمت بجسم الصلب، مش أرض ولا خشب، كان طين، طين بارد ومبلل، وغرق جسمي كله فيه. حاولت أقوم، لكن إيدي غرزت أكتر، الأرض كانت لزجة كأنها بتبلعني. الجو حواليا كان خانق، ريحة رطوبة ووحل، وكان في صوت نحيب طفل مش بعيد، كان جنب ودني. ببطء رفعت راسي ونظرت قدامي، وكان هناك الطفل واقف وسط الضباب، رجليه غارقة في الوحل، وشه شاحب أكتر من قبل كده، وعيونه نفس العيون السوداء الواسعة اللي بتحفر جوه الروح. ليه سبتوني؟ الصوت دخل دماغي مباشرة، مش بس سمعته، حسيته، كأنه كان بينخر في مخي. حاولت أتحرك، لكن الأرض شدتني أكتر، الوحل بدأ يرتفع، حسيت برجلي بتغوص، وكأنه بيحاول يسحبني معاه. أنت مش هتهرب، مش هتخرج، أنت ملكي دلوقتي. كانت كلماته زي الإبرة اللي بتغرس جوه جلدي. أنا لازم أخرج، لازم أهرب. صرخت بكل قوتي: أنا ماليش دعوة، أنا ما عملتش حاجة. بس الطفل ابتسم، ابتسامة واسعة، مرعبة، وكأنه مستمتع برعبي. أنت سمعته؟ لما بتسمعني بتكون جزء مني. الوحل وصل لصدري، وكنت حاسس إن أنفاسي بتقل، قلبي بيدق بسرعة، والظلام حواليا بيكتمني. لازم أخرج، لازم. وفجأة سمعت صوت بعيد، صوت جدي كان بينادي عليا، صوته جاي من فوق، من مكان مش شايفه، لكنه كان واضح: كريم. متسايبش ايده تلامسك، قاوم، قاوم. لكن الطفل قرب اكتر، قرب لحد ما وشه كان قدام وشي مباشرة، وبدأ يمد ايده، ايده العظمية السودة، اصابعه الطويلة قربت تلمس وشي. ولما لمست جبيني حسيت ان روحي كلها بتنسحب، شعرت بقشعريرة قاتلة تنتشر في جسدي، وكأن نارا باردة تسري في عروقي. أنفاسي توقفت للحظة، والزمان تجمد. كنت أشوفه قدامي، الطفل ذو العيون السوداء، نظرته تخترقني، وإيده المتلجة بتضغط على جبيني، وكأنها بتحاول تسحبني لعالمه. أنت دلوقتي واحد منا. كلماته لم تكن مجرد صوت، بل إحساس، كأنها محفورة في عقلي. بدأت أشعر أنني أفقد نفسي، أنني أنسى من أنا. لكن فجأة سمعت صوتا قويا يخترق الظلام، صوت جدي: كريم، متسبش خوفك يسيطر عليك، افتكر مين أنت. كلماته كانت كحبل نجاتي وسط بحر الظلام. لا، مش هسيب نفسي، أنا مش واحد منهم، أنا كريم. صرخت بكل ما تبقى عندي من قوة.
دفعت الطفل بعيدا، وتحولت عيونه من السواد المطلق إلى نظرة صدمة، وكأنها لم تتوقع أنني سأقاوم. الأرض تحتي بدأت تهتز، الوحل اللي كان بيحاول يسحبني تراجع، والظلام بدأ يتلاشى ببطء، لكن الطفل كان لا يزال هناك. نظر لي نظرة حقد ثم تمتم بصوت بارد: مش هتقدر تهرب، حتى لو خرجت أنا هكون مستنيك. وفجأة كل شيء انهار. حسيت بجسمي بيتحرك بسرعة، كأني بتسحب للخلف. دوامة من الضباب والتشويش لفت حواليا، ولقيت نفسي فجأة واقع على أرض خشبية، صدري بيطلع وينزل بسرعة، ووشي مغطى بالعرق. أنا رجعت، بصيت حواليا، كنت في أوضة جدي، والمكان كله كان ساكن إلا جدي اللي كان واقف قدامي ووشه مليان قلق. أنت بخير يا كريم؟ حاولت أتكلم، لكن صوتي ما كانش طالع. مجرد ما رفعت إيدي ألمس جبيني شفتها علامة صغيرة كأنها حرق قديم في نفس المكان اللي لمسني فيه الطفل. وهنا أدركت الحقيقة المرعبة: أنا خرجت من البئر، لكن هل هو خرج معايا؟ كنت بتنفس بسرعة، قلبي كان بيدق بجنون، وعيني بتلف حوالين المكان. أنا هنا، أنا في أوضة جدي، بعيد عن البئر، بعيد عن الطفل. لكن الإحساس الرهيب ما كانش سايبني. اللمسة اللي سابها على جبيني كانت لسه بتحرقني، وكلماته: مش هتقدر تهرب، حتى لو خرجت أنا هكون مستنيك. حاولت أقنع نفسي إنه مجرد كابوس، مجرد هلوسة بسبب الخوف، لكن لما بصيت لجدي لقيته باصص ليا بنظرة فيها حاجة غريبة. أنت شفته؟ مش كده؟ صوته كان هادي، لكن في حزن قديم، كأنه كان عارف اللي حصل. هزيت راسي ببطء، مش قادر أنطق. جلس جنبي وحط إيده على كتفي وقال بصوت مرهق: كنت عارف إنك هتسمع الصوت، كنت عارف إنك هتشوفه. هو دايما بيدور على حد يسمعه، حد يخرج معاه. اتجمدت في مكاني. يعني هو كان حقيقي، مش مجرد وهم. جدي تنهد بعمق وبص بعيد، كأنه شايف ذكريات قديمة بتطارده، وقال: زمان لما كنت في سنك سمعت نفس الصوت، قربت من البئر وشفته، لكنه ما قدرش يسحبني معاه لأني كنت عارف هو مين. بلعت ريقي بصعوبة. مين؟ مين هو؟ جدي بص لي بعيون مليانة أسى وقال بصوت منخفض: كان طفل اتظلم واترمى في البئر زمان من مئات السنين. روحه علقت بين العالمين، مش لاقي حد يطمنه، مش لاقي طريق للخروج. فافضل هناك بين الحياة والموت، مستني أي حد يسمعه. حسيت بقشعريرة بتمشي في جسمي، وحاولت أنفض الإحساس ده من دماغي. طب طب إزاي نرجعه لمكانه؟ إزاي نخليه روحه ترتاح؟ جدي وقف ببطء وبصلي بحزم: الحاجة الوحيدة اللي بتخليها الأشباح تفضل موجودة هي الخوف منها. لو فضلت خايف منه هيفضل معاك، هيفضل مستني اللحظة اللي ضعفك هيكسره فيها. لكن لو نسيته، لو كملت حياتك بشكل طبيعي، مش هتديله الفرصة إنه يسيطر عليك. كلام جدي كان منطقي، بس مش سهل. رجعت للقاهرة وحاولت أنسى. حياتي رجعت طبيعية، أو على الأقل كنت بحاول أقنع نفسي بكده. المدرسة، الصحاب، الشارع، الضحك، كل حاجة كانت زي الأول. لكن في بعض الليالي لما الدنيا تكون هادية، ولما أكون نايم في سريري وأغمض عيني، كنت أسمع حاجة جاية من بعيد، صوتي نحيب طفل